النجمة التونسية سلمى جلال منورانا على شاشة سينما السعودية. سلمى أحد المواهب اللي أنا بشوفها يعني جاية في الطريق، شغالة على نفسك بقالك فترة كبيرة، بتحاولي يكون ليكي مكان سواء في السينما المصرية أو في الدراما المصرية أو في السينما التونسية. أنا عارف مدى المشقة والتعب اللي أنت عديتي بيه، مش واخدة الموضوع يعني بسهولة، لا بتدرسي وبتحاولي، والحمد لله السنة اللي فاتت كان ليكي مسلسل مع النجمة سمية الخشاب. فأنا بحب النوعية دي من الناس، مش اللي هم شكلهم حلو عشان كده هم بيمثلوا. ميرسي محمد، ميرسي على المجاملة والكلام الحلو ده كله. هو صحيح كان عندي مسلسل في رمضان مع سمية خشاب اللي هو ب100 راجل. مسلسل كان حلو، كانت بالنسبة لي اكسبيرينس، اعتبرها اكسبيرينس صغيرة، بس كانت بالنسبة لي دخول للوسط الفني ودخول للتمثيل في مصر. ده كان أول عمل لي. اول عمل ليا في مصر، فصراحه كانت اكسبيرينس حلوه. سمية الخشاب جميله جدا جدا، وانا انبسطت بالتجربه، وان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله تبقى عندي حاجات تانية ومسلسلات تانية تبقى حلوه. يمكن اللي معطلك شوية اللكنة أو اللغة المصرية، ولا دي عرفتي لا تتقنيها؟ خلاص. خلاص أنا حاسس لا خلاص. زي يعني ممكن تقولي أي حاجة لا يعني. لا خلاص، بس عشان برنامج فبنتكلم شويه تونسي شويه مصري، يعني نقول احنا التونسي المفهوم. يعني خلاص اللكنة المصرية تم الحمد لله. السيطرة عليها. طبعا مش سهل هو الموضوع، بس الحمد لله يعني قاعدة بحاول كده ان انا اتكلم مصري، باخد برضو ورك شوب عشان احسن اللهجة، والحمد لله. والموضوع ده باين اكيد في المسلسل. السقا وعز وكريم في فيلم، تختاري مين تشتغلي معاهم فيه؟ 3. 3 بحبهم جدا، بحبهم جدا. يعني لو طبعا. عندك فيلم لا انت عايزه تمثلي مع 3 حلوين قوي، 3 حلوين قوي، بس ممكن لو اخترنا ممكن كريم. كريم. م- كريم كاريزما برضه. اكيد طبعا جدا. طيب عندنا حاجة الفترة الجاية ولا لسه؟ لسه. بس أنا عارف إن أنت مضيتي حاجة أو في الطريق يعني. ايوه في الطريق، ربنا يسهل ان شاء الله. بس أنا عاجبني إن أنت مش شغالة عشان شكلك حلو، لا أنت بتمثلي ممثلة بجد يعني، فده حاجة مهمة جدا. اكيد طبعا، يعني الممثل لازم يشتغل على نفسه ولازم يحسن من ادائه. يعني مش الشكل كل حاجه، مش الادوار كلها تتطلب يعني ان انت تبقي حلوه. واكيد يعني ده باين من المسلسلات اللي انا اشتغلتها في تونس، او حتى الدور اللي انا اشتغلته هنا في مصر برضو. اكيد يعني ما كنتش يعني عشان ابان حلوه، وانت عارف. دايما متألقة وأنا منتظر منك الكتير. والسنة دي هي عندها عمل واحد، السنة الجاية إن شاء الله أنا متوقع إن يكون في 5 6 أعمال، لأن أنت شاطرة ومجتهدة. ميرسي، ميرسي جدا يا محمد، شكرا.